السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي نوريكم بعض من مشترياتي اللي تقديت من المغرب. وغنبدا باول حاجه. هاد الحاجه اللي حمقاتني بصراحه كنت حالفه اني غنمشي ناخذها، هي هاد الفنايق. كما كتشوفوا خديت تقريبا 4 الاحجام، فيهم تزوق هكا بهذا الشكل. خديتها من واحد البازار بطبيعه الحال. هو ماشي فضه، هذه قال لي مول الحانوت بانها فضه، هما اكثريه راهم معدن. هادو كيستعملوهم عامه، كيديروا فيهم اتاي والسكر والنعناع. حق انا بما ان حنا ما كنطيبوش، كنطيبوا اتاي في الكوزينه، غندير فيهم سوا الورد في الايام العاديه ولا داكشي شي حاجه ديكوراتيف. وقسم ميتكم بحال دابا عاشوره نديرهم الحمص وكاوكاو والزريعه والقرقاع واللوز. ولا ما كانش مثلا عاشوره او غيره، يمكننا نستعملهم الشوكولا بحال بونبونيير، بحال شي حاجه. يعني عندهم بزاف ديال الاستعمالات، ماشي فقط غير الاتاي مره هكا. هذا هو الشكل ديالهم. خديت 4 الاحجام، حجم كبير شويه هو هذا، اكبر حجم هو هذا، وهذا كبر منه شويه، هذا متوسط عليه، هذا الثالث حتى هو. هذا هو الشكل ديالو. واخر حجم هو هذا الصغير هكا. هذه تقدر تصلح حتى بيجوتي، زعما نحطوا فيها داكشي ديالنا في كوافوز ولا شي حاجه. راها زوينه، تعطي دار غزيول كما كتشوفوا هنايا. كما قلت لكم حنا اصلا هادو معتادين ان نحطوهم لداكشي التقليدي البسيط ديالنا. انا قلت علاش لا ما نبدلش ليهم الوظيفه، انهم يكونوا نستعملوهم في عاشوره لداكشي ديال الفواكه الجافه، ولا مثلا في راس العام لي بونبونيير والحلويات. ومول الحانوت عطاني هذه هي كادو، هاد الصابون ديال المعدن. هذه ماشي ما كتخسر ما والو، فات لي جربت بحال هذا الموديل زوينه ديال المعدن بريونت. ومن نفس المحل طبيعه الحال خديت هاد المبخره. هذا هو الشكل ديالها كيجي. هذا تقريبا طبيعه الحال باش تحط داك الفخر اللي كيشعل بالزربه. وعندها هاد البانس حتى هويا باش تهز الفخار وتحط البخور. الحق نسيت ما جبتش معايا البخور من المغرب، تنشوف واش كيتباع هنا وناخذو. هذا هو الشكل ديالها كيفاش تيجي، مني دارها صراحه غزال. هذه يمكن غنستعملها كمبخره. وهنايا مثلا هنا نحطو الورود الارتيفيسيال، ولا غادي نشوف شي ديكورات نيت في هاد الموديل ديال هاد المعدن، شي حاجه ديكوراتيف باش نزين بها هاد البلاصه. ونحطها طبيعه الحال مع هادوك الفنيق اللي راه خديت اسورتي تقريبا مع هاد الفنيقات اللي خديت. غنزين بهم شي قنت في الدار. يعني ديما نحاول نختار عليهم شي حاجه ولا شي حاجه باش كيبقاو ديما عاطين منظر وديكور. مثلا انا نحاول نحطها بحال هكا. الحوايج اللي خديت طبيعه الحال من جامع الفنان مراكش، خديت هادو كانوا عاجبيني منين بصراحه، وكل عام تنقول نمشي ناخذهم وما تسمحش لي الفرصه. خديت هادو ديال لي رونجمون اللي كنحطوا فيهم مثلا سوا فوطات في الحمام، سوا نحطوا فيهم النشيطات ديالنا ولا شي حاجه، يعني سواء للحمام او بيت الناس. فيهم هاد الموتيف بحال هكا الارابيسك، صراحه حمقوني. خديتهم في هاد الباج والدوغي حيت يعجبوني هاد الالوان وتماشيا مع الالوان اللي عندي في الدار. هما طبيعه الحال فيهم 3 ديال الاحجام، هذا المتوسط وهذا الكبير. هذا هو الشكل ديالو، وهذا الصغيور. صراحه عجبوني حمقوني وخديتهم في هاد اللوينات اللي كاينين طبيعه الحال كما كتعرفوا راه كاين في الشكال وفي الالوان. وخديت هاد اللون اللي تيعجبوني بصراحه فنيونين، وعندهم استعمالات متعدده ومنظرهم يعني فليكسيبل، تحطهم في اي بلاصه يجيو يواتيو لك اي بلاصه. بصراحه كنعتزنا بهاد الصناعه المغربيه اللي تقريبا مصايبين من الجلد ومن الثوب، راهم مبطنين من الداخل كما كتشوفوا هنا، وزوينين حمقوني وعجبوني. ومن الحويجات اللي حمقوني عاوتاني وخديت بحال عجبوني وخديتهم من نفس المحل، خديت هاد الصنيديقه حتى هي تصلح سواء بيت الناس سواء في الحمام. نحطوا فيها اي حاجه بغينا، لي زاكسسوار ولا المكياج ولا شي حاجه بحال هكا. كتسد بحال هكا، عطيني ضرب صراحه غزال. في هاد الخميسه اللي كنفتخر انا بهاد الخميسه، كتعجبني. انا ما كتعني حتى شي حاجه، ولكن كتعني بانها رمز من رموز بلادي. كتعجبني الخميسه وتيعجبني تكون عندي في الدار خميسه، بغض النظر ان البعض كيعتقد بها اعتقادات. انا ما كنعتقد بها حتى حاجه. انا بحالها بحال ارابيسك، بحال اي حاجه كتعجبني كيعجبني نشريها. نفركس هاد
ميني سامسونيط. وهذا اللوين البيج طبيعة الحال اللي كيعجبني واللي كيتماشى ليا مع الالوان اللي عندي في الدار. طبيعة الحال في نفس المحل خديت هاد تيبيعوا هاد لي بوشيت بحال هكا، كاين الحجم الكبير والحجم المتوسط والحجم الصغير، خديتهم تقريبا نفس اللون ديال هاد السنيديقه. ها واش كيديروا فيهم تما الخميسه اللي كتعجبني، موتيف غزال واللوين نفس اللون اللي كيما قلت لكم نفس اللون. تعجبني هاد الالوان وخديت نفس اللون. هذا هو الشكل ديالهم. هادو يمكن نحطوهم، هذا نديرهم طبيعه الحال لا تخوت مكياج، نقدروا نديروها، نقدروا نديرو داك الوراق ولا شي حاجه. المهم بزاف د الحوايج هذا المونيديرو يعني للصرف ولا الا بغينا نستعملوه للصرف. وهاد الطويجنات اللي كتعرفوهم خديتهم انايا من واحد المحل تيبيع هادشي ديال الفخار. خديت بزاف د الالوان هذا الشكل من الالوان مختلفه بحق هذوك ماشي ليا، داكشي شنو وريتهمش لكم. هذا هو المنظر ديالي. يمكن نحطو كديكور ولا نحطو مثلا بغيت ندير فيه الملح والكمون كما كتعرفوا، ولا لي صوص ماشي ضروري الملح والكمون. الصلصات اللي اللي كتعجبني نغمسو فيها نحطوهم فيها طبيعه الحال، ولا كيبقى كديكور كيعطي منظر زوين. الا كانوا بزاف د الالوان ومختلفين مثلا الخضر والحمر والكحل كنحطوهم هكا متسلسلين مع بعضهم كيعطيو واحد المنظر غزيول وزويون. الثمن ديالها كدير تقريبا من 15 ل 20 درهم، ما عقلش بصراحه الثمن ديالها، لان ملي كتشري ما كتعقلش. راه كلشي يقول لك ثمن كتبقى التاوات كيدوخوك. شي كيغزيو المنظرها. وهذا اللون عجبني خديته. وخديت هاد حامله القران فيها اسم الله اسم الله هنايا واسم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خديتها خفيف ديال الخشب، خفيفه يعني كما كتشوفوا في هذا الموتيف هكا مفركسه وزوينه. عجبتني حيت خفيفه وخديتها نحطها كديكور طبيعه الحال، ولكن ضروري ما نستعملوها باش نقراو القران ونقراو كلام الله. كما كتشوفوا هنايا لوين ديال الخشب غزاله، عجبتني وخديتها انا من اوزود هذه. ومن مراكش خديت هاد المشيربات اللي كتعرفوا. خديت 3 تشكيلات. بغيت ناخذ صراحه من هاد الشكل ما لقيتش سالاو، ما كانوا ايامات العيد والناس صافي شراو اللي شرا ما بقاش سلعه بزاف. خديتهم هادو سواء نستعملهم للشريب بحق ملي تيقدم واحد شويه كيبداو يتحتتوا، غادي نديرهم بحال لا فيزان، نحط فيهم داك الكاكتوس ولا الصبار، غنعمرهم بشويه ديال التراب طبيعه الحال، غنتقبهم بشويه من التحت بشويه، غنتقبهم من التحت غنعمرهم بالتراب، وغندير فيهم دوك النويتات اللي كيصبروا كيكونوا في الكوزينه ولا غيره، يعني غنستعملهم للشريب مثلا ولا ديكور سونطربيس، ونحط فيهم هذاك الورد كما قلت لكم ولا الورد ارتيفيسيل. يعني ضروري ما كنحاول انا كنشري الحاجه نحاول نستعملها سواء ديكور سواء الاستعمالات العاديه. ملي غنعيا من الشريب ديالها حيت دابا انا فزقتهم بالماء حتى شربوا ما بقاوش كيسيحوا، راه ولاو حمرين، كانوا في الاول بيضين دابا راه شربوا الماء. يمكن نستعملهم للشرب طبيعه الحال، خصنا نغسلوهم لان القطران كما كتعرفوا راه ماده سامه، خصهم يتفزقوا في الماء مده 24 ساعه، وعادي تغسلهم مزيان تحيد منهم هذاك الجهد ديال القطران لان كما قلت لكم راه مسام. هذاك القطران خصنا ما نشربوش ديريكتومون منهم. ومن بعدها ملي غادي يعياو من قوه الاستعمال بداو يتحتتوا غادي نستعملهم كديبو فازات غيجيو نديرهم غزال وشي حاجه جديده. يمكن لكم تصبغوهم، انا نقدر نصبغهم على حسب اللون اللي عندي في الدار، الدوغي ولا الكري ولا كيجيو زوينين، ما غاديش نضيعهم طبيعه الحال. انا عطيتكم فكره الاستعمالات ديال هاد الكؤوس ديال الطين. هاد الكبير حتى هو عجبني خديته. من بعد ما غنستعملو طبيعه نستعملو الشرب غادي نقلبو غنديرو فاز. نتمنى تكون فاتكم فكره ديال هاد لي بو ديال الطين. طبيعه الحال المغرب هو زيت ارغان. خديت هاد الزيت هذا الكوسميتيك للتجميل طبيعه الحال. زيت ارغان هذه للبشره والشعر، مازال ما فتحتهاش، قال لك بانها راها اوريجينال، ما نعرف غنجربها ونقول لكم. وخديت زيت العنب حتى هي للشعر والبشره، زيت الجليسيرين هادو راه استعملتهم طبيعه الحال. زيت الحامض عود ما نستعمل الحامض اللي يحرق لي البشره ديالتي كنستعمل زيت الحامض. دابا نوريكم واحد الوصفه اللي كنستعملها للبشره الجافه بزيت الحامض والفيتامين او. هاد الوصفه او الماسك كنستعملو انا بزاف، وشي مره غنوريكم كيفاش كندير نوريكم هذا الماسك كيفاش كندير ليه ولا شنوظفو. طبيعه الحال
الحمام المغربي ما تيخطاش الصابون البلدي. خديت صابون البلدي، كنت ناخذه بالاعشاب صراحه وغلطت وخديته بارغان. صراحه الصابون البلدي بالاعشاب تيوافقني وزوين وريحته زوينه، وحتى صابون ديال ارغان راه زوين عوض داك الصابون الكحل. كاين اللي ما تيعجبوش داك الصابون البلدي العادي، كاين اللي ما كيعجبوش ريحته بحال لي انا ما كتعجبنيش ريحته. خديت ديال ارغان كما كتشوفوا هنا، ما عرفتش شحال فيه من كيلو، واش نص كيلو يمكن. هذا الثمن ديالو 400 ريال يعني 20 درهم. هذا اللي دوز ليا عام والصرف. خديته طبيعه الحال مع الكيوسه وكيس هذا ديال الظهر، وهادو ضروري حنا اللي كنمشيو للمغرب ضروري ما نتقداو هذا. خديت هاد اللوينات، الاعتناء والعنايه والحمام المغربي، صابون البلدي والكيوسه. وهادو ديناب خديتهم حتى هما يعجبوني، لقيتهم في مرجان رخاصين كانوا بروموسيون. خديت هاد اللون هذا الكري كما قلت لكم تيعجبني، كيتمشى ليا مع اللون الدار، وخديته في الابيض نفس الموتيف اللي هنا كاين هنايا. خديتهم شي مع 69 درهم، لقيتهم رخاصين عجبوني وخديتهم. راه هما يا الحجم نوريكم في الصوره اللي حاطين هما بحال هذا الشكل تيجي الشكل ديالهم ديال الطبله مدوره. كيواتيو الطبله مدوره ولا الطبله الكاغي. خديت مترو 50 على 200 100% بوليستر. كاينين هاد الكولور اللي فيه البيج والكري، خديت جوج الوان صراحه عجبوني بجوج. وانا خدت ليهم شي حاجه كتحط فوق منهم، شي ديكور دوك كيداروا هكا. نوريكم دوك اللي كيتحطوا بحال هكا ولا كتحطوا هكا في الجنب باش كيعطيو ديكور وزينه اكثر واكثر لسميتو. هذا هو اللوينات، جاو غزيولين صراحه، حمقوني فين شفتهم قلت لا علاش ما ناخذهمش. كيفاش كيجيو غزالين. دابا شي مره نصور لكم الطويله د المائده فين استفى سوا بهذا وبهذا، ونوريكم كيفاش يمكن لكم تزينوا بها. زينوا مائدتكم بهذه الطريقه بهذا ليناب وتفركسوا روسكم وتفركسوا ديوركم. واستغليت الفرصه لقيت في مرجان هاد الخوامي حتى همايا هاد الشكل ديالهم هكا دايرين، خديتهم عجبوني هاد اللوينات حتى هما وخديتهم. نوريكم وحده محلوله كيكون في هذاك الموتيف بحال داك فيكتوريال. ها كيفاش يكون الشكل ديالهم. هما راه خفافين ترونسبارون ولكن خديتهم عجبوني حيت لقيتهم رخاصين. واخا ديجا عندي خوامي خديت هذا اللوين عجبني. هذا هو الموتيف اللي تيكون فيهم، هذا هو الشكل ديالو. طوالين ما عرفت فيهم متر 40 على 200 على 2 متر 2 متر 40 على متر 40. فيهم هاد الحليقات اللي كيدخلوا بحال هكا في العصا بلا ما نحتاج دير لهم هذوك الخراصي. الشكل ديالها بحال هكا راه ترونسبارونس كتبان يدي منها، تعطي منظر زوين في الدار وصافي. يمكن انا مع الوقت نقدر ندير ليها ناخذ شي لون في هذا اللون تقريبا بحال هكا، بحال هاد لاناب اللي عندي. ناخذ شي لون فاكهه ونديرو بحال هكا تحت منها باش كتعطي ملي كتكون مطلوقه كتعطي منظر. غنفصل لها شي لون هذا اللون من التحت وندير لها الدوبلاج ديالها باش الا مثلا ما بغيتهاش تكون خفيفه بغيتها تبقى تظلم الدار مثلا كانت الشمس. وغنطلق هذاك من تحتاني من تحت منها كما كتعرفوا، وهذا كيبقى هكا الموتيف هكا يعطي منظر هكا ان شاء الله. من بعد غنفصل نبقى لها شي توب في هذا اللون هذا البيج ولا الكري ماشي بعدا بيج، وغادي نفصلوا لها يكون سامبل طبيعه الحال ونفصلوا لها من التحت كدوبلاج لهذا من هنا باش ما تبقاش خفيفه بحال هكا ترونسبارونتي. لا مع الوقت طبيعه الحال الا بغيت نبدل لها السيستيم. ومن المغرب خديت كذلك هاد الطبسيل تبارك الله راه كبير وثقيل، عنده هاد اليد ديال المعدن. هذا هو الشكل ديالو صراحه ثقيل. غنديروا للحلوى بحال هكا كيجي زوين. خديتو رخيص صراحه، هذا راه هنايا كيتباع تقريبا يكون بشي 30 اورو. خديتو انا في المغرب شي 1200 ريال يعني 60 درهم. الخله في هذا الموتيف عجبني، كاينين السامبل وكاين اللي بالموتيف. خديت هادو اللي بالموتيف صراحه غزيولين عجبوني وخديتهم ورخيص بصراحه. وبهكا وصلت نهايه الفيديو ديالي، وريتكم بعض من المشتريات ديالي من المغرب والمقتنيات اللي ديال الصناعه التقليديه اللي كتزخر بها بلادي. نتمنى يكونوا عجبوكم هاد المقتطفات من بعض المشتريات اللي اشتريت من المغرب، وغنقول لكم سلام عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. تلاقاو على خير، سلامه.